البداية الحقيقية لهالة فاخر كانت في ايه؟ البداية الحقيقية كانت في المسرح القومي في رواية الطعام لكل فم، تأليف أستاذ توفيق الحكيم طبعا. ودي كان أول مرة أقف فيها على خشبة المسرح القومي وأشتغل رواية لغة عربية. طبعا أنت عارف اللغة العربية بقى والحركات بتاعتها وكده. بس أنا كنت بشتغل وأنا إيه، أنت عارف زي ما تكون بتشتغل حاجة ما أنتش يعني مش هقدر أقول لك مش حاببها، إنما ما أنتش مستريح فيها. يعني لابس قميص مش مريح، واسع عليك شوية. اه اه او ممكن يكون ضيق على فكره، مش هي دي القضيه يعني. بس بعد كده طلعت بقى على الكوميديا، ويعني الحمد لله رب العالمين انجزت فيها شويه حاجات. انت مالك يا عمرو في ايه؟ لا مفيش حاجة. لو لا خالص. طب الحمد لله. انا بحاول اركز معاكي بس عشان اوكي اتفضل. بس خلاص. المحطة التانية في حياة هالة فاخر كانت ايه؟ بوجي وطمطم. طبعا دي من اعز الاعمال اللي انا بعتز بيها جدا يعني الحقيقه. بوجي وطمطم كان بالنسبه لي طبعا نقله حلوه جدا. انت هتقعد تحرك كده طول ما احنا قاعدين؟ هتقعد لا تحرك وتفرك كده ثانية. بجد؟ الكاميرا على حضرتك مش عليا فما ايوه يا عم تقلقيش. لخمتني مش عارفه اركز. هتقعد بص في الارض لا النضاره في ايه؟ أنا الكاميرا على حضرتك، انا ببقى عيني انا يعني. معلش يا عمرو برضو يعني انا زميله برضو. لا انت استاذة بس ربنا يخليك. انا مظبط ان انا ما اعملش ده. ظبط، بس انا ظبط دماغي ازاي معاك وانت عمال تحرك قدامي كده؟ ما تركزيش معايا، خليني ابقى كويس. يعني انا عايز احس النهارده نبقى كويس. انت هتبقى كويس والله. ربنا يخليك. 5 4 3 2. مضايقاك في معايا مقص حبيت اقصها لك. لا ما انا معايا تيشيرت برقبه انت لسه هتغير تيشيرت برقبه؟ حلو قوي من غير رقبه فانيلا كده. فانيلا حلو كده يا عمرو. طيب اتفضل. كفايه الفانيلا اللي انا لابساها دي، وبعدين الدنيا حر. اتفضل. يعني 5 4 3 2 2. ماله 5. يا استاذ مخك مش عاجبك القميص ممكن يقلعه عادي جدا، مش عادي. هاتوا له فانيلا يا جماعه، والله هاتوا له فانيلا البسها ما تتوترش. مش عارف بحاول بس ما تتوترش خالص. قميص مش عاجبك قوم غيره. فايف 4 3 2 1. هالة فاخر في التلفزيون حققت نجوميه اللي في حاجه. الكاميرا مش عليا، اشمعنى انت عشان مقدم البرنامج هتذلنا ولا ايه؟ اتفضل. نتكلم جد. اصل انا قلوقه قوي بصراحه. اتفضل. طيب انا ما اقصدش، وبعدين انت بخبرتك والله لا ممكن... ما اقصد، انا بعد الشعر عادي. حلو والله زي القمر. انا لا قرر والله زي القمر طبعا. مرتبطه. امتى هنلاقي هالة فاخر بطله لوحدها على الشاشه؟ لوحدي من غير ممثلين؟ بطله نجمه ادوار اولى. مفيش حاجه اسمها نجمه ادوار اولى وبطله ومش بطله. الممثل بيبقى بطل في ان شاء الله عمل مشهدين ونجم كده لوحده. في وجهه نظر بتقول ان هالة فاخر ما تقدرش تشيل بطوله عمل فني بشكل مستقل. يمكن عشان بيبقى تقيل شويه. اللي هو ايه؟ اللي هو العمل الفني. ولو عمل فني خفيف لا ممكن يشيله عادي كده. ممكن يعني. طب انت لسه بتكوني نفسك؟ بكون نفسي. بتبني نفسك يعني. طول بص هقول لك حاجه. مش قصدي بتكوني نفسك يعني. طبعا الانسان على طول يفضل يبني في نفسه ويبقى عنده طموح. على فكره بحلم كتير جدا وطموحي كبير جدا. ان انا ببقى مثلا بدل ما انا ساكنه في شقه اسكن في فيلا، بدل ما يبقى عندي عربيه عاديه يبقى عندي اتوبيس كده يعني. اتوبيس؟ هتشتري اتوبيس؟ انا حره. صح. ده جزء من طموحك يعني تشتغلي في الاتوبيس؟ اشتغل سواقه اتوبيس. ولا تعملي فيلم عن سواقه الاتوبيس؟ لا لا لا، انا نفسي شخصيا انزل من بيتنا الصبح اركب الاتوبيس اروح بيه البلاتو كده واركب صحابي بقى كده. طيب بمناسبه الاتوبيس، حاسه انك اتاخرتي؟ عليك دلوقتي؟ لا مش عليا. لا ما تاخرتش خالص. حاسه ان زمايلك في جيلك ركبوا نفاسه وانت جيتي في الاتوبيس خالص؟ يعني ما فاتكيش الاتوبيس بتاع النجاح؟ عادي جدا. لا ما فاتنيش طبعا.
فادني ازاي؟ لا يعني مساحه هاله فاخر محجوزه، اللي هي الادوار الثانيه والثالثه محجوزه، اوكي، لكن انا بتكلم على البطوله. اصل انا ما بحبش كلمه البطوله دي. طب ما عندك حسن حسني مثلا. حسن حسني ده تقدر تقول عليه انه مش بطل ونجم حتى لو طلع قال جمله واحده؟ لو النبي طبعا نجم. طبعا طبعا. طبعا غصب عن اي حد نجم. طبعا. وبطل. ده استاذ. ده بالعكس بقى، ده هم بيستعينوا بيه عشان يقول له ايه، عايزك تقف جنبي. ايوه، ما هو ده اللي انا بسالك عليه. يعني هاله فاخر جنب حسن حسني بتحس انها بطله؟ حسن حسني بياكل اي حد. حسن حسني بحس ان انا جنبه ناموسه. مش حلو قدام الناس تقولي انا ناموسه قدام حسن حسني. انا حره، انا اقول اللي انا عايزاه. في حريه رأي. اديني مساحه اتكلم معاك يعني. طب ما تتكلم، انا بقول لك انا ناموسه جنب حسن حسني. ايه المشكله؟ عندك مشكله في دي؟ لا خلاص. ولا 5 4 3 2 1. كتير قالوا ان السبب في استمرارك في التمثيل هو انك بنت الممثل الراحل فاخر محمد فاخر. وده شرف طبعا ليا. الفنانه الكبيره هاله فاخر محمد فاخر، ادوار الام اللي قدمتيها ما حسش فيها الناس بالامان، ما حسش فيها الناس بالاقتناع يعني، لا بالامان ولا بالحنان. يا راجل. يمكن. ليه؟ ايه السبب؟ ناس جحده بعد عنك. الجمهور؟ لا مش الجمهور. اللي قال لك، اللي ملاك السؤال ده او اللي كتب لك السؤال ده. الاعداد. ايه الاعداد يبقى جاحد. طب ايه رايك لو نشوف وجهه نظر الناس، سالناهم عن هاله فاخر ونرجع تاني؟ يا ريت. اوكي. هتبقى بساعدي قوي. هاله فاخر طبعا بتكرر نفسها في الاداء وبتحاول هي تقريبا بتقلد سنة صدقي، بس هي مش عارفه. الاستاذه هاله فاخر يعني ممثله كويسه، لكن انا حاسس ان هي في قالب دلوقتي واحد. المخرجين هم اللي حاطينها فيه، انحادت عن السير اللي هي كانت ماشيه فيه في الاول خالص. بدات في قالب واحد، بتقلد مثلا زينات صدقي، بتقلد الممثلين القدام، مش هتوصل ليهم ولا حد هيقدر يوصل لهم. يا عم فيا ريت هي تفضل على السياق اللي هي كانت ماشيه بيه قبل كده. هاله فاخر ممثله كويسه. الله يكرمك يا عم. بس هي يعني ثابته، مش ما فيهاش جديد. يعني وهي ما شاء الله بنت ممثل كبير، وهي تحس انها عاوز تقلد حد من الكبار. فهي طبعا يعني نتمنى انها تغير اسلوبها شويه في التمثيل. يا عم روح بمناخيرك دي. انا شايل 5 يعني 6 7 تقارير زي دول، مش عايز اذاعهم. مش لو النبي تزاحوا، والله يتزاحوا. مش هينفع يعني. في مصر احنا كام مليون؟ هيضروك يعني. احنا كام مليون؟ احنا حوالي 75 مليون دلوقتي. كويس. دول كام؟ 10 20؟ ما هو دول عينه عشوائيه، دول من 8 محافظات. ده انا كل الاراء اللي قالوها دي فعلا هحاول اجتهد فيها. بس انت قلت راي الناس يهمك من شويه. مش دول. امال مين؟ هتختاري لنا ناس على مزاجك؟ هتختاري إيه؟ لنا ناس على مزاجك؟ لا اختار ناس اللي بتفهم. زي مين؟ ناس بتفهم، في ناس كتير غيرهم بيفهم. ناس مش اللي انتوا جايبينهم. طب فاصل ونعود مع برنامج وجهة نظر. نسكافيه بقى. والله ما في غير القعده الحلوه اللي بيننا. انت توترتي كده ليه؟ 5 6 قالوا ما يقولوا. طب فيها ايه طيب؟ نرجع تاني؟ يا ريت نرجع عشان نخلص.